بس مش التيشيرت. كابتن التيشيرت برضه حاجه غاليه، تيشيرت نادي الزمالك. يعني انا عايز اتكلم كابتن اسماعيل معاك يا استاذ هشام. استاذ هشام، احنا بنحترمك طبعا، بنحترم وكاله الاهرام، ومن حقكم انتوا طبعا تسوقوا زي ما انتوا عايزين، لكن احنا من حقنا برضه نعترض من حق جمهور نادي الزمالك ان لا يقبل ان يتحط، مع احترامي الشديد للشركه وصاحب الشركه، لكن احنا لن نقبل، واحساسنا ان هذا الموضوع متعمد. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني احساسنا ان يقترن اسم نادي الزمالك. اسماعيل ما تجيش منك انت يا كابتن اسماعيل، متعمد ازاي يا كابتن اسماعيل؟ احساسنا كده، انا بكلمك بلسان جمهور نادي الزمالك. استاذ هشام طب معلش اسمع كابتن اسماعيل وحضرتك رد بعد كده، مفيش يعني مشكله. فدي حاجه غير مطروحه بالنسبه لنا وبالنسبه للعيبه وبالنسبه لجمهور نادي الزمالك، ومش هنقبلها يعني. اتفضل يا استاذ هشام. طيب يعني طبعا انت عارف كابتن معزز كابتن اسماعيل عندنا قد ايه، لكن طبعا الكلام دوت يعني ما تزعلوش مني يا جماعه، ما يجيش من حد محترف. وحته متعمد دي ده كلمه خطيره جدا. متعمد يعني اول حاجه برضو برجع اقول متعمد يعني بقلل من قيمه الراعي. الراجل ده عندي راجل مهم جدا وراجل محترم جدا. لما استاذ هشام لما مؤسسه كبيره متعمد زي اللي حضرتك شغال فيها ما تقدرش تسوق فانيله نادي الزمالك، يبقى دي قمه الفشل. لا ربنا يخليك يا كابتن، لحد كده معلش انا بستاذنكم ومتشكر. لا يا استاذ هشام احنا بنتكلم، حضرتك زعلت ليه؟ احنا بنتكلم. معلش يا فندم، معلش، لا خلاص. استاذ هشام معلش انا مش زعلان والله كابتن. ما هو برضه كابتن اسماعيل بيقول وجهه نظره، زي ما حضرتك بتقول وجهه نظرك، بتقول ان الكلام ما يطلعش من كابتن اسماعيل اللي هو راجل محترف، فبرضه هو بيقول وجهه نظره. هو قفل. طيب هو دي حريه شخصيه طبعا استاذ هشام، احنا بنحترمه جدا، ودي وجهه نظره. كابتن اسماعيل دي وجهه نظركم كجهاز او لاعبين او جماهير او جماهير طبعا يعني كل واحد بيقول وجهه نظره وبيعرضها ومفيش مشكله. طيب عايزك ننتقل